كما كان أحد اللاعبين الفاعلين في إتمام الدستور، حيث كان وكيلا للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. ضيفي وضيفكم هو المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط. أهلا بك معنا باشمهندس أبو العلا. زعلت في حزب الوسط علشان كان المفترض تبقى رئيس الوزراء في الأيام دي مكان هشام قنديل، وانسحب الدكتور محمد محسوب من الحكومة بسبب ذلك، وان الصفقة اللي كانت ما بينكم وبين الرئيس والحرية والعدالة لم تنفذ كما كان يعني متفق عليه. هذا ما يقال، ما مدى صحته؟ كثير مما يقال تبقى أكاذيب مختلقة لا أساس لها من الصحة. يعني الحمد لله يعني أثبتنا لله الحمد مصداقيتنا. احنا شعارنا دايما مصلحة الوطن قبل مصلحة الوسط. أنا مرة كنت بقول لحد يعني بنتكلم معاه، بقول له احنا هل حد منكم طلب مننا ناخد أي موقف؟ حد كان حرية وعدالة؟ قال لا. طيب احنا خدنا اختياراتنا مش بطلب منكم ولا بالتنسيق معاكم ولا كسب رضاكم. بالمناسبة احنا عملنا ده نشوف فيه مصلحة الوطنية. لما شاركنا في صياغه اولا في انقاذ التاسيسيه من الاول، كان في التامر لحلها من الاول خالص، ثم في صياغه الدستور والوصول بيه لبر الامان. هذا عملناه لان دي قناعه فيها مصلحه الوطن. الحاجه الثانيه ان احنا كنا اكبر طرف لعب دور في صياغه الدستور. بالمناسبه احنا كنا مركزين، احنا وعدد قليل من الشخصيات العامه وبعض الاحزاب، بعض الناس كانوا قاعدين ليل نهار يصيغوا الدستور من الصبح لليل. حتى كنا بنعتذر عن البرامج وعن الفضائيات لانه كان عندنا هدف محدد. فاحنا بندافع عن مشروع كان لنا دور كبير في صياغته، وانا اظن ان المشروع ده ظلم في شرحه. يعني كنت بقول حتى بعد ما استقر الان الدستور، حتى اللي قالوا لا ارجوكم اقروه تاني، مش خلاص الاصوات انتهت واقر الدستور بثلثين الاصوات اللي شاركوا في الانتخابات في التصويت. فده احنا كنا بندافع عن مشروع اللي فيه مصلحه وطنيه. الحاجه الثانيه كنا بندافع عن مشروعيه الرئيس، وكان في محاولات فعلا لاسقاطه، فاحنا وقفنا كان في محاولات ليه؟ لاسقاطه، لاسقاط الرئيس؟ طبعا عدم اتمام يعني فترته. مين؟ لا الاطراف اللي حشدت، اللي كانت اطراف من القوى المعارضه واطراف من الفلول، وكانت بتهاجم قصر الاتحاديه وكانوا عايزين يقتحموه وبيعلنوا ارحل اسقط يسقط النظام. ما كانش بيتكلم على معارضه مش معنى ابدا ان انا احشد في الشارع وانزل اقول ارحل يعني انا دي مؤامره وعايز وجهه نظري وقلتها وعدت يعني لا خلينا الحديث عن المؤامره كثر، وفي الاخر احنا ما فيش في ايدينا حاجه حقيقيه للحقيقه يعني. لا خليني اقول لك حاجه. خلينا في المشاهد المعلنه. انا دايما لا اتحدث عن معلومات تتولاها الجهات الرسميه. انا لا اتولى جهه رسميه ولا صفه رسميه في الدوله. انا بتكلم عن المشاهد اللي شفناها قدام عينينا، اللي كانت قدام قصر الاتحاديه وبتنادي بسقوط الرئيس وبرحيله ومحاوله اقتحام القصر. انا مش دعوه بقى بالمؤامرات الاخرى التي تمت وراء الكواليس، دي مسؤوليه الاجهزه مهمتها تعمل كده. انا بس لسه ما جيتش على سؤالك. احنا كل ده بنوصل هنوصل، بس هي النقطه دي استوقفتني للحقيقه. فاحنا ده كان هدفنا، دفاع عن شرعيه الرئيس وانقاذ البلد من حاله انقسام كانت تهدد يعني بتدهور لوضعه. وعملنا حل اللي هو كان قمته الحوار اللي كان يوم السبت اياه الشهير 8 ديسمبر، اللي عمل الغاء الاعلان الدستوري ووضع خريطه الطريق لنعم ولله، والحمد لله نجحت الخريطه واستقر الامر في هذا. لم يكن لنا اي طلبات ولا في اي مقابل. يعني من قال ان هناك اتفاق، انا حتى قلت بحده على بعض اللي قالوا، قلت لهم كذب بواح لم يحدث، والله على ما اقول شهيد. لا كلام لا بالتلميح ولا بالتصريح، لا في غرف مغلقه ولا في امسا ولا باي اشاره. هذا كذب يعرض عليك يعرض علينا منصب رئيس الوزراء، علي او على اي حد من الحزب. انا يعني لا اذيع سرا ان قبل ما الرئيس يكلف رئيس الحكومه التقيت به في القصر الجمهوري وطلبت منه انه بلاش الدكتور هشام قنديل يبقى هو رئيس الوزراء الفتره الجايه، ونتمنى ان يكون شخصيه سياسيه، يا اما شخصيه مستقله او شخصيه حتى من المعارضه، لانه الازمه اللي احنا فيها اساسها سياسي. وهو الراجل ليس عنده قدرات سياسيه. الفتره اللي فاتت دي كلها غاب تماما عن الاحداث، في قمه الاحداث وتطورها لم يكن موجودا، بل كان متفرجا، وده ليس سرا. يعني انا بتكلم عن المعلومات حتى ما كان يدور في كواليس مجلس الوزراء. وفي نفس الوقت انت المرحله دي رئيس الوزراء يبقى شخص قوي حسب الدستور اللي اقر ده، هيبقى نمره 2 في النظام السياسي ويتنازع السلطه التنفيذيه. يعني هو ليه زي الرئيس لم يكن اكتر في السلطه، فمحتاج شخص قوي وتبقى ورقه للحوار مع قوى المعارضه، انه تعالى نتحاور حول الحكومه الانتقاليه دي. البعض كان بيعتبرها شهرين، لا هي 5 شهور، دي 5 أشهر كامله. شهرين فتح الترشيح، شهرين عمليه انتخابيه، 30 يوم على الاقل لاتمام تشكيل الحكومه الاولى من اول خطوه حسب الماده 139 في الدستور. فكان ده طلبنا من الرئيس انه يعني يعطي الفرصه لاختيار اخر، اما زي ما بقول يا شخص سياسي او حتى شخص اقتصادي قوي. عرضت عليه اسماء؟ لا انا ما اتكلمش في اسماء، لكن اتكلمت في اتكلمت مع بعض الاشخاص جوه القصر عن اسماء بقترحها.
لكن مع الرئيس شخصيا ما طرحش اسماء، بتتكلم على المبدا اللي هو اقره. اقترحت عليهم مين ولا ده يعني سر يعني؟ لا مش سر ولا حاجه، يعني انا كان وجهه نظري وقلتها للاستاذ الدكتور العوض، اتكلمت معاه وقلت له اعرض على سياده النائب اللي بعد ما استقال يعني يكون هو رئيس الحكومه المستشار محمود مكي. راجل عظيم وشخصيه مستقله وشخصيه قويه وله قبول واسع في دوائر كثيره، مثلا يعني على سبيل المثال. يعني انت طالبت ان المستشار مكي بعدما يترك منصبه كان رئيس ترك، كان الجمهورية استقال فعلا، يبقى هو رئيس الوزراء. رئيس الوزراء. طب وده رفض الاقتراح دوت؟ لا ما اتمش، لان الحقيقه على بال ما كان يعني كنا متوافقين على الدكتور عوض نعرضه اليوم ده، اعلن فيه الرئيس يعني حتى كنت بقول له، فقال لي يعني فكره كويسه ونتكلم فيها مع الرئيس، يا ريت تمر عليه بعد ما نخلص الحوار تعرض عليه الفكره دي. ففوجئت واحنا في الحوار باعلان خبر تكليف الدكتور هشام أنديل. فانا برجع تاني لسؤالك، انه لم يحدث باي حال من الحال، بالعكس احنا كان طلبنا طلب وطني ان احنا عايزين شخصيه مستقله زي المستشار محمود مكي، او شخصيه حتى من المعارضه تكون احد اوراق تهدئ بها الموقف السياسي، وانه لانه فيش على فكره بالمناسبه هو راجل طيب جدا الدكتور هشام أنديل، ويعني على الانسان او سواء الانسان يتحب. وكان زمان الشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يرحمه والد حازم كان هو على فكره شيخ ازهري عظيم ودمه خفيف يعني، كان يقول له فلان ده راجل صالح جدا تسقى به الزرع وتمطر به السماء واجوزه بنتي، بس ما يصلحش لهذه الوظيفه. في فرق بين الصلاح والتقوى وما بين الاهليه للوظيفه. شايف في ده في هشام، في الدكتور هشام؟ طبعا هو زي ما بقول، مع انه شخص مستقيم وطيب وكل حاجه ما كانش يصلح لهذه المهمه. طب ايه وجهه نظر الرئيس في ان هو يجعله يتولى الخمسة اشهر القادمه كرئيس للوزراء يعني؟ شوف انا ما سمعتش من الرئيس شخصيا، لكن هو كانوا بتتنازعوا فكره الاستقرار والمساله الاقتصاديه، ولعله البعض كان بيقول، ما قاليش هو شخصيا، موضوع التفاوض مع صندوق النقد والوضع الحرج اللي فيه الاقتصاد المصري، لعله ده دافعه، لعله يعني. ما سمعتش منه شخصيا يعني. اللي فجر المشكله وخلى الاقاويل تزداد عليك، على حضرتك تحديدا، على الحزب الوسطي، ان في صفقه ان انت تتولى رئاسه الحكومه، كانت هي استقاله الدكتور محمد محسوب رئيس الدوله للشؤون القانونيه والمجالس النيابيه. استقال ليه؟ طب اقول لك بقى سر بقى، انت اكسكلوسيف للجزيره مباشر مصر يعني. دكتور محسوب قدم استقالته عده مرات احتجاجا على اداء الحكومه، كان منها يوم رفع الاسعار مثلا مره من المرات، وانا رجيته وقلت للرئيس هذا، رجيت دكتور محسوب ارجوك ما تقدمش استقالتك الوقت، لانه هتفهم اساءه للرئيس، وفي لحظه بتعرض لهجوم يعني كبير واغلبه ظالم والبلد ما تحتملش. يجي 3 مرات يحاول يقدم فيها استقالته واحنا نخليه يتراجع عنها بسبب اداء الحكومه. فبالتالي ده ما كانش اول مره، هي بس هذه المره بقى خلاص احنا كنا صابرين على اساس انه بعد الدستور انت عندك نص بيخلي رئيس الوزراء شخصيه قويه جدا. صحيح. فانت محتاج لشخصيه تكون بهذا، وما كانش مننا زي ما بيقول الاكاذيب اللي قالت كده. انا حتى قلت الحد ده كذب بواح، وطلعت بيان بالمناسبه وتحديت ان اي حد يثبت هذا الزور او البهتان يعني. وانه زي ما اقول كده، قلت في الكلام لم يحدث لا همسا ولا لمزا ولا اشاره، يعني كلام مكذوب يعني. هو طبعا اللي عمل الحكايه دي مين؟ للاسف في بعض الاطراف اللي شافت موقف الوسط اللي انتصر فيه للشرعيه وانتصر فيه للدستور يعني صدمهم، وعايزين بيصفوا معانا حسابات، بيحاولوا ينتقموا مننا في صوره هذه الاشاعات يعني. وفاهمين ده، وسائل الاعلام مموله من احزاب الفلول، من رموز الفلول، سواء محطات ولهم جرايد عاملين حمله منظمه ومنسقه معروفه يعني. بس هو في البعض بيشوف لها دلالات، يعني يقول لك هو يعني اما يكون من الاول المهندس ابو العلا ماضي هو وكيل الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور، وبعد كده يبقى في 9 من الدستور يبقوا يعينوا في مجلس الشورى، 9 من الوسط من الوسط عفوا يعينوا في مجلس الشورى. بعد كده حضرتك اللي غالبا بتدير الحوار الوطني، فده معناه البعض بيقول كده ان انتوا في ارتماء يعني مع السلطه، وفي صفقه ما، وهيكون لكم دور في المستقبل القريب في اداره حكم البلاد، يعني في اداره الحكم يعني. اولا عشان بس اقول لك حاجه، احنا انقذنا الجمعيه التاسيسيه، وكان جزء من انقاذها عملنا حاجتين في الاول خالص. تداعينا الاجتماع بدون دعوه لان ما كانش في مجلس شعب، وانعقدنا في يوم اثنين في مجلس الشورى، واخترنا المستشار حسام الغرياني كان ايامها رئيس مجلس القضاء رئيسا للجمعيه. ثم عملنا تشكيل من حوالي 13 اسم كلهم من خارج الحريه والعداله ما عدا واحد. قلنا 5 وكلاء، انا ما كنتش وكيل وحيد، كان في الدكتور عاطف البنا، في الدكتور محمد كامل بتاع الوفد، في المستشار منصف نجيب سليمان من ممثل الكنيسه، وفي ابو العلا ماضي، في الدكتور ايمن نور. 5 وكلاء. والامين عام فقط هو اللي كان من الاخوان الدكتور عم دراج، و3 امناء مساعدين، واحد من حزب النور اسمه اشرف ثابت، مهندس اشرف ثابت، والدكتوره منار الشرباجي، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والمتحدث الرسمي وحيد عبد المجيد. اذا احنا قدنا الجمعيه بتشكيل متوازن في هيئه مكتبها من كل هذه الاشخاص، بغض النظر بقى في وكلاء خدوا فرصتهم واداروا زي العبد الله في الاخر لما حصل ازمه وطلبوا مني الناس ادير الجلسات الاخيره، وفي البعض كان بيشارك في شغل تاني او ما كانش يكمل معانا زي الدكتور محمد كامل والدكتور ايمن اخر الفتره ما كملوش لاسباب معروفه يعني. فده اولا، فاحنا كنا بنقود، احنا اللي انقذنا الجمعيه التاسيسيه في ليله مشهوره. جه قابلني الدكتور ايمن نور مع الدكتور محسوب، كنت انا وعصام سلطان،
ورحنا زرنا الحريه والعداله واتفقنا ازاي ننقذ الجمعيه، وقعدنا لنا السيناريو ده كله بما فيه تشكيل هيئه المكتب، اختيار رئيس الجمعيه التاسيسيه، اللائحه اللي حطها الدكتور محمد محسوب للجمعيه التاسيسيه، صياغه معظم المواد. احنا كنا قاعدين مركزين، حتى الحريه والعداله ما كانوش مركزين معانا، بالعكس احيانا كانوا يصوتوا على نصوص ونصوت ضدهم ونكسب احنا اقصد القوى الاخرى، مش احنا بس الوسط يعني. احنا كنا بنلعب دور وطني يشهد به كل زملائنا اللي كانوا من التيار المدني، ازاي احنا وقفنا في الحوار التوافقي ده وضغطنا في صياغات توافقيه انقذت الدستور. فاحنا كنا بنقود، ما كناش بنرتمي حضن حد، احنا كنا بنقود. ولما دخلنا في الحوار عملنا جهد كبير في الحوار. كان شرف ليا انه الرئيس ونائب الرئيس طلبوا مني اداره الجلسات مع مجموعه ضخمه من السياسيين، ويعني عارفين علاقتنا بيهم كلهم. فاحنا اولا الكلام ده سلبي لسببين: كأن احنا ما كناش بنعمل ده لمصلحه الوطن كمصلحتنا، ثانيا كأن الاخوان بيوعدوا يكذبوا وبيخلفوا وعدهم، الحقيقه دول ما حصلوش الاثنين معانا على الاقل. انا مش بقول في المطلق، لم يحدث هذا لا من الرئاسه ولا من حزب الحريه والعداله. بس التماهي في كل، يعني انتوا في كل القرارات وكل مواقفكم خلال الفتره الماضيه كانت مش هقول 90% يمكن اكتر مع النظام، مع الرئيس. حتى الاعلان الدستوري اللي هو اثار الكثير من اللغط كنتوا انتوا ايضا يعني وافقتوا عليه وكنتوا معاه وكنتوا بتدافعوا عنه. صح. شوف هقول لحضرتك حاجه، احنا خليني اقول لك، احنا كان عندنا هدفين او عندنا موقفين واضحين. الدستور اللي احنا كنا لينا شرف قياده صياغته بالمناسبه، مش مشاركتها فيه بس، وده ليس سرا يعني والكل يشهد بهذا. ثانيا شرعيه الرئيس وما تعرض له ودافعنا عنه، لانه ده موقف حرج. ان الرئيس بالنسبه لنا هو رئيس معبر عن الثوره ومعبر عن الشرعيه، ودي اول شرعيه في تاريخ مصر كله، ده رئيس منتخب. فلو انهارت هذه الشرعيه هتنهار الثوره، وده الخطر اللي كان بتهددها. وعشان كده قلت انا صدمت لما شفت بعض اصدقائنا من المعارضين التقليديين الحقيقيين، مش المعارضين اللي نزلوا باراشوت بعد الثوره. انت عارف في ناس عمرهم ما لعبوا سياسه ظهروا لنا بعد الثوره. لا بتكلم عن معارضين حقيقيين اللي كانوا بناكل ونشرب مع بعض وننام في الشوارع وتعرض للضغوط، لما لقيتهم واقفين في صف واحد مع الفلول عشان يتخلصوا من الحكم ده. طب انا اقول لك حاجه، واحد من اكبر رموز جبهه الانقاذ كلمني من 3-4 ايام، قال لي يا فلان احنا عندنا ناس عايزين عشان يسقطوا الاخوان ما عندوش مانع تسقط مصر، وانا ضميري مش مساعدني ان انا اقبل ده. هو اللي بيقول كده، ده من اهم رموز جبهه الانقاذ. تقول لنا على اسمه ولا لا صعب؟ طبعا، لا طبعا انا مش عايز احرقه، لانه بيتعرضوا كلهم لابتزاز لبعض. لما يجوا يتفقوا معانا بالليل هنيجي الحوار، ثاني يوم يتراجعوا لانه بعضهم ضغط عليهم وقال لهم ازاي تروحوا. فانا برجع تاني اقول لحضرتك احنا انحازنا للشرعيه وانحازنا عنها بلا مقابل لوجه الله والوطن. احنا مش عايزين حاجه من حد، بدليل ان هو لما في موقف ما عجبناش طلعنا ببيان شهيد اللهجه واستقال في نفس اليوم الدكتور محسوب. ده مش معناه ان احنا قلبنا على السلطه ولا على الرئيس، بالعكس احنا ما زلنا بندعم الشرعيه وبندافع عن الدستور، بندافع عن التحول، ما زلنا مستمرين في الحوار، بنروح نحضر في الحوار وبنشارك فيه. لسه الدكتور محسوب كان موجود لحد اخر لحظه صحيح في اصدار مشروع القانون اللي راح وكان في المؤتمر الصحفي واقف مع المستشار مكي والدكتور العوا والدكتوره باكينام والمستشار فؤاد جد الله الى اخره. خلينا نفتح بقى موضوع الحوار، وحضرتك لاعب رئيسي فيه لم تكن يعني غالبا كنت بتقود طيله الوقت. يعني البعض بيقول حوار ايه اللي ما فيهوش الجهه الرئيسيه المعارضه في مصر الان وهي جبهه الانقاذ؟ على اي شيء تتحاورون او مع من انتم تتحاورون مع انفسكم هكذا؟ لا شوف يعني. خليني اقول لك حاجه، مصر هي مش جبهه الانقاذ، ده ليس تقليل من شانها، مصر اكبر بكتير طبعا، ومصر مش هي حزب الحريه والعداله، لكن جبهه معارضه مهمه جدا يعني. اكمل الجمله اتفضل. انا ما قلتش مش مهمه، انا قلت مهمه. بس مصر اكبر من ان تكون جبهه الانقاذ او تكون حزب الحريه والعداله او تكون حزب الوسط او تكون جهه ما. مصر اكبر واوسع. مصر فيها تشكيلات سواء سياسيه حزبيه او قوى مدنيه او مؤسسات دينيه فيها، وشخصيات عامه. وفي شخصيات عامه على فكره، انا فاكر زمان الشيخ الغزالي مثلا كان تاثيره على الامه اكثر من جماعه الاخوان المسلمين فتره وفترات. مظبوط، دي حقيقه انا بشهد بيها. او الشيخ القرضاوي مثلا يعني. في اسماء زي احمد كمال ابو المجد، زي الدكتور سليم العوا، زي اساتذتنا دول، اسماء ثروت بدوي، في اسماء شخصيات عامه كتير لها ثقل. فانت لما يشارك 54 شخصيه بهذا التنوع وفيهم 2 على الاقل من او 3 من حزب من جبهه الانقاذ حضروا، الدكتور ايمن نور وبعد كده السيد انور السادات، محمد انور السادات. فانت هنا معناها انك عندك تنوع واسع، وكل مره تدعو جبهه الانقاذ سواء مباشره او غير مباشره. وانا حكيت جزء في برنامج بلا حدود مع الاستاذ احمد منصور، الاتصال اللي تمت بين النائب وبين الدكتور البرادعي، كنا طرف في ترتيباتها، والكلام اللي انا اتصلت بيه مع اصدقائنا من كل الاطراف